بصوا بقى القوام بتاعها عامل ازاي اهو، شايفينه خفيف اهوت، حلو جدا. يعني اي حد بياكل بصوا اهو، بتاخدي المعلقه كده، المعلقه ما بتسقطش اهيت، لكن هو خفيف. لكن لو هتعملوا العاشوره تقدروا تعملوها بنفس الطريقه، بس تزودوا كمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ام شريف. زي حضراتكم يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض البليله، ان شاء الله هنعملها بطريقه جديده وتحفه وطعمها حلو جدا. ولو اي حد فيكم مش بيحبها جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. اهم حاجه ان احنا نجيب القمح بتاعنا. شايفين القمح بتاعنا عامل ازاي؟ انا نقيته كويس قوي، يعني بيبقى فيه حصو كده وبيبقى فيه حتت طوب، بيبقى فيه حاجات كتيره. حتى لو صغيره خلي بالك منها عشان خاطر ما تقوليش ده نضيف وانت بتاكلي تلاقي حاجه بتقرش كده تحت اسنانك. لا، فانت نقيه كويس قوي زي ما بنقي الرز، وبتغسليه كويس لحد ما تلاقي الميه بتاعته نضيفه بالشكل ده. انا نقعته دلوقتي حوالي 3 4 ساعات عشان ما ياخدش معايا وقت في السوا. دلوقتي الميه بتاعته خلاص نضيفه. عايزه اقول لك كمان لو انت هتشتري القمح ده ضروري جدا تجيبي، هوريكي بصوا. شايفين حبايات القمح عامله ازاي اهي؟ هاتي حبايه القمح المبطرخه كده، شايفه حبايه القمح عامله ازاي؟ مليانه. بيبقى فيه قمح رفيع، الرفيع ده ما بيبقاش حلو في البليله لان هو بيبقى قلبه فاضي. لكن ديت قلبها مليان، ومليانه ازاي هتبقى حلوه قوي وبتندغ معاك ان شاء الله، هتبقى طريقه حلوه. دلوقتي انا هدلق الميه بتاعته ديت، شايفين ميه نظيفه جميله ازاي؟ هدلق الميه دي وهحط له ميه نفس المقدار. ولو انت نقعاه كده ولقيتي فيه حبايات من القمح طارت على الوش، شيليها ارميها، لان ديت بتبقى حبايات ناشفه ما فيهاش قلبها فاضي. فشيليها ارميها ما فيش اي مشكله. وهحط نفس مقدار الميه ده وهحطه على نار متوسطه، مش هحطه على نار عاليه. حوالي لحد ما يخش كده في 3 ارباع سوا. ان شاء الله يخش في 3 ارباع سوا وهسيبه لحد الصبح. ان شاء الله احنا بالليل دلوقتي ضروري يبات. يعني احلى حاجه ان انت تعملي البليله دي من بالليل، تسويها بالليل وتسيبيها لحد الصبح تقوم جايه مفتحه وعملت زي الفشار كده. وهنعمل فيها بقى بقيه الخطوات ان شاء الله هتعجبكم. يعني انا دلوقتي هدلق الميه وهحطها على النار تستوي 3 ارباع سوا وارجع لكم ان شاء الله. دلوقتي البليله بتاعتنا خلاص استوت اهيت، وانا سبتها لحد الصبح. شايفين حبايه القمح فشرت وفتحت خالص ازاي وبقت عامله ازاي اهي؟ شايفينها؟ طبعا انا زي ما قلت لكم سويتها من بالليل وسبتها لحد الصبح. بس انا سبتها لما بردت وحطيت الحله في التلاجة عشان خاطر ايه؟ ما تبص، احنا عارفين ان درجه الحراره عاليه اليومين دول. فخلاص اهوت هي فتحت وبقت جاهزه معانا. طبعا انا مش هزودها ميه، كفايه الميه اللي فيها ديت. انا هخلي السائل اللي فيها هزوده باللبن، طبعا على حسب ما تاخد اللبن معايا، على حسب ما تاخد البليله. ولو انت حابه تزودي لبن تاني زودي، لو ما عندكيش لبن تقدري تزودي ميه، مفيش اي مشكله. هنقول بقى المقادير، ان شاء الله جربوها باذن الله تعالى هتلاقوا طعم تحفه، طعم جديد، طعم حلو جدا جدا. حتى لو ما بتحبوش البيله ان شاء الله هتعشوها. معايا كوبايه من السكر او حسب الرغبه، يعني انت المهم حليها زي ما انت عايزه. معايا معلقتين 3 كده من القشطه تكون محوشاها من قشطه وش اللبن. معايا بقى التكايه بتاعتي، معايا معلقتين كبار من النشا، ومعايا معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وكيس فانيليا. هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم بقى ونشوف هنعمل ايه. طبعا هنركن دي كده على جنب. هضيف عليها كيس الفانيليا كده مفيش اي مشكله اهو. حابين تخلوه للاخر عادي خالص. هخلي السكر طبعا لما اللبن يسخن. هقلب النشا مع الكريم شانتيه واحط عليهم شويه لبن، وهحاول ادوبهم كويس قوي مع بعض. لان لو انا حطيت اللبن كله وبعد كده حطيت ده عليه هيكلكع، فلازم ادوبه كويس الاول الكريم شانتيه مع النشا وبعد كده نضيفه. في ناس هتقول لي انت حاطه ليه مثلا كريم شانتيه او حاطه ليه نشا؟ هقولك الكريم شانتيه هيديها طعم حلو قوي كانك عاملاها بقشطه صافي. ومعلقتين النشا معظمنا لما بيجي ياكل البليله بتبقى الميه بتاعتها ديت خفيفه فبتسقط، وخصوصا الاطفال على ما بياكلوا طبق البليله بتبص تلاقيهم بهدلوا هدومهم خالص وبتقعد تسقط عليهم. فمعلقتين النشا دول هيدونا سماكه حلوه قوي للبليله. مش هتربط، احنا مش عايزينها تربط، هي مش زي العاشوره
بس هيديها طعم حلو قوي ان شاء الله. واستنونا باذن الله برضه هنعمل مع بعض العاشوره. ادي اللي هحط عليهم بس شويه من اللبن وهدوبهم مع بعض وارجع لهم. دلوقتي خلاص انا دوبت الكريم شانتيه مع النشا. عايزه اقول لكم ان البليله كده لو انتوا كلتوها بالشكل ده كده وخدتوا طبعا طبق صغير حلو جدا للرجيم، ده حبه كامله قمح، حبه كامله، فمغذي جدا ومفيد وطعمه حلو. يعني لو انتوا كلتوه كده من غير لبن ولا اي حاجه طعمه حلو. لو انت خدت شويه مثلا كده وحطيهم على كوبايه لبن، ممكن تحط سكر دايت او معلقه عسل نحل او معلقه سكر خفيفه، هتبقى حلوه جدا برضو بدون اي اضافات من اللي احنا هنحطها دي، هتبقى هايله قوي للرجيم. فطبعا انا هحط دلوقتي اللبن على قد ما احس ان الخليط كده كويس معايا. هقول بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي اضيف اللبن اهوت، ابتدي اقلب. لو حسيت انها هتعوز تاني لبن هديها طبعا شويه لبن. ولو انا بقلب كده ولقيت حبايه قمح لونها غامق شويه مش عاجبني، لان هي هتظهر مع بياض اللبن. يعني اما الاقي حبايه قمح كده لونها غامق هتظهر مع بياض اللبن، اقوم جايه شايلاها مثلا زي دي كده اهي. دي هتبقى ظاهره لي قوي في اللبن، لبن ابيض وهي غامقه، فمش ضروري دي تتشال اهو. بصوا يعني ما كانتش ظاهره في الاول، كل ما تقلبي وتلاقي حبايه قمح تكون غامقه معاكي كده تطلع اهي. بصوا اهي بتظهر كلها بيضه اهيت، لكن لما بتتقلب بتبقى سودا، فهيبقى شكلها مش حلو قوي وان احنا بناكلها. هو قمح حلو ونضيف بس يعني لونه غامق شويه كده. خلاص طبعا اي حاجه تقابلك بقى وانت بتقلبي تضيفيها، مفيش اي مشكله، شيليها قصدي. هحط بقى معلقتين القشطه، كله على البارد اهو. ادي معلقتين القشطه. طبعا بقى الناس اللي عامله رجيم ما تجيش هنا ولا تاكل من الطبق ده، او تاكل منه طبق صغير في الفري، او ممكن تاكل معلقه صغيره برضو على قد نفسها. طبعا هضيف السكر، وزي ما قلنا السكر حسب الرغبه، تحلوا زي ما انتوا عايزين اهو. ممكن تخلوا السكر للاخر مفيش اي مشكله. الله اكبر. دلوقتي انا ولعت البوتاجاز اهوت وحطيت الحله عليها، هقلب كده. طبعا انا جبت خليط النشا والكريم شانتيه، لازم اقلبه واحطه على البارد اسهل. وطبعا زي ما انتوا عايزين ممكن كمان شويه كده تدوقوها. لو انتوا حابين تضيفوا سكر ضيفوا سكر تاني مفيش اي مشكله. هقلب كده معلش اهو. طبعا المكلكع شويه ده هتلاقوه الكريم شانتيه ما بيدوبش كده بسرعه، لكن هو لما بيتحط كده بيسيح. طبعا انا هنزل مره واحده لان هو لسه بارد اهو. طبعا هنزل بكل الكميه ديت لان الكريم شانتيه زي ما احنا عارفين بيبقى طعمه حلو جدا وعامل زي القشطه اهو. ويستحسن كمان السكر اللي انت هتضيفيه للبليله ديت يكون سكر فاتح، هيفرق معاكي برضو في اللون، هيخلي البليله بتاعتك لونها فاتح مش هيبقى لونها غامق اهوت. طبعا تتنيكي تقلبي بقى كانك بتعملي مهلبيه او رز بلبن، عشان النشا ممكن، طبعا القمح بتاعنا مستوي، ممكن النشا يلسع مننا او يلزق، فاحنا هنتقلنا نقلب كده باستمرار اهو. طبعا الوجبه دي بتبقى تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع كده بين الوجبات. طعمها بقول لكم تحفه تحفه بجد. طبعا انا هستمر في التقليب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه والنشا بتاعنا يستوي والكريم شانتيه والقشطه بتاعتنا دي كلها تسيح. طبعا هقلب انا شويه مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا بقى زي ما انتم شايفين ابتدت خلاص تغلي اهيت. شايفين بقى القشطه ساحت والكريم شانتيه ما بقاش له اي اثر، وشايفين القوام عامل ازاي. يعني النشا مش مخلياه زي العاشوره ولا حاجه اهو. وعايزه اقول لكم كمان العاشوره بتتعمل بالقمح المتقشر، ان شاء الله هنعملها برضو مع بعض. شايفين خفيفه هي، بس اما تغلي وتبرد هتهدى شويه وهتبقى ماسكه نفسها، هيبقى فيه سمك خفيف لكن مش زي سمك المهلبيه او الرز بلبن. هي كل الحكايه من معلقتين النشا ان انا وانا باكل يبقى الخليط ده ماسك نفسه شويه، اللبن ده ما يبقاش خفيف فيقع عليا فيقع على ولادي فيبهدل الدنيا. خلاص هي داخله على غليان، برضو انا مستمره في التقليب لحد ما تغلي اهو.
بصوا القوام كده حلو، يعني الشكل كده القمح مع اللبن. طبعا انتوا زي ما انتوا حابين نسبة اللبن تبقى اكتر، حابين نسبة اللبن تكون اقل من كده، كل واحد طبعا ومزاجه. انا هستمر في التقليب لحد اللبن بتاعي ما يغلي. وادي البليله بتاعتنا بعد ما غليت خلاص طفيت عليها. بصوا بقى بالنسبه للمكسرات، تقدري تحطي المكسرات اللي انت عايزاها. انا معايا واحده كده من المشمش المجفف والقراصيا والزبيب، وممكن سوداني، ومعايا جوز هند برضو طبعا زي ما انتوا حابين اللي انتوا عايزينه حطوه اهوت. انا معايا هحط الاول شويه من الزبيب كده بالشكل ده اهو. هحط كام واحده طبعا لو انتوا مش حابين. بصوا انا عن نفسي بحب اكلها كده ساده، بحب احط شويه من الزبيب وشويه من جوز الهند وخلاص على كده اهوت. طبعا هي مش ماسكه نفسها زي ما قلت لكم. عايزه اقول لكم لو انتوا حابين تعملوا عاشوره تبقى بنفس الطريقه، بس تجيبوا القمح اللي هو المتقشر بيبقى حلو برضه عشان ما يبقاش فيه قشر كتير كده يضايقكم، وتعملوا الحركه. كل اللي انا عملته ده تعملوه بنفس الطريقه، بس هتزودوا النشا شويه. انا هحط شويه من جوز الهند، انا بحب برضه جوز الهند اهوت. احط شويه كده في النص اهو. عايزه اقول لكم ان هي مش هوريكم دلوقتي القوام بتاعها. هي مش جامده، يعني هي مش زي بصوا يعني هي مش زي العاشوره، لا هوريكم اهو. هخلي بس ده كده عشان خاطر تشوفوه في الاخر، وهجيب لكم شويه تانيين عشان نشوف القوام بتاعها. بصوا بقى القوام بتاعها عامل ازاي اهو، شايفينه خفيف اهوت، حلو جدا. يعني اي حد بياكل بصوا اهو، بتاخدي المعلقه كده، المعلقه ما بتسقطش اهيت، لكن هو خفيف. لكن لو هتعملوا العاشوره تقدروا تعملوها بنفس الطريقه، بس تزودوا كمان معلقتين نشا او على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. ادي الطبق بتاعنا، اتمنى هو يعجبكم، جربوها بطريقتي بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. متنسوش بقى لايك للفيديو. بشكركم جدا، والى اللقاء في فيديو جديد.